اخوات ديالي، مرحبا بكم معايا في هذا نهار جديد مع فيديو جديد. كما كتشوفوا معايا اليوم جيت ان شاء الله غادي نصاوب معكم واحد الكيك بالبرتقال او عصير البرتقال. كيجي رائع وكيجي زوين وكيجي الحجم ديالو مرتفع، وكنتمنى من الوصفه ديال اليوم ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وبسم الله على بركه الله غادي نبداو في ذكر المقادير وفي الوصفه ديالنا ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا هنا عندي 4 ديال البيضات، عندي هنا كأس الا ربع من القشطه الطريه، وعندي هنايا كأس من البرتقال، عندي كأس الا ربع من الزيت، زيت المائده، وعندي كأس من السكر. فانا هنا البنات درت السكر الثقيل، ما كانش عندي سكر حبيبات. وعندي خماره ديال الحلويات من فئه 15 غرام، وعندي 2 ديال الفاني ولكم الاختيار. فهنايا ان شاء الله غادي نبداو في هاد الوصفه ديالنا. غادي نبداو بالبيض والسكر هما الاول، وعاد غادي نضيفوا بقيه العناصر تدريجيا شيئا فشيئا. كما كتشوفوا معايا هنايا البيض ديالنا بطبيعه الحال مغسول، واللي ما عرفش البيض ديالو يديرو في الزليفه. فانا كنخدم مباشره، متاكده من البيض ديالي بانه جديد. فانا اخوات ديالي كما كتشوفوا معايا غادي نكسر هذا البيض ديالي. عندي هنا 4 ديال البيضات، وغادي نخدموا السكر ديالنا مزيان مع هذا البيض هذا. اللي بغى يستعمل الخلاط الكهربائي يستعملوا، فانا غادي نضيف، غادي نستعمل غير الخلاط اليدوي. غادي نخدم هذا البيض ديالي نخفقو مزيان مع السكر، وغادي نضيف الكريمه ديال الزيت تدريجيا. هنا غادي نضيف هذا، غادي نضيف فاني، 2 ديال الفاني. وهنا غادي نخدمو شويه حتى يولي ليا الخليط ديالي ابيض مع هاد الزيت هادي. غادي نخفقو مزيان تيولي ليا الخليط ديالي شويه ابيض. عاد غادي نضيف الكريمه ونضيف العصير ديال البرتقال. فكما كتشوفوا معايا هنايا خدمت شويه الخليط ديالي تولا ليا اللون ديالو ابيض. فدابا هنا غادي نضيف ديك القشطه الطريه اولا كريم فريش. فلا كريم فريش البنات كتعطينا واحد الطراوه، واحد الهشاشه لهذا الكيك وكيجي خفيف. وغادي نضيف هنا كأس من عصير البرتقال، وبطبيعه الحال الدقيق غادي نضيفه تدريجيا. عندنا هنا واحد الخماره ديال الحلويات من فئه 15 غرام، وغادي نحرك الخليط ديالي حتى نحصل على واحد القوام ديال العجين اللي ما كيكونش ثقيل وما يكونش خفيف باش ما يهبط ليناش الكيك ديالنا. فهنا غادي نبقى نخدم الكيك ديالي حتى نحصل على داك القوام اللي بغيت. انا غادي نزيد شويه ديال الدقيق لان العجينه عندي باقا مرخوفه. وهنا تدريجيا غادي نقاد العجين ديالي غير بشويه، وغادي ناخذ واحد المول اللي غادي نلبسو بالبابي كويسون او الورق ديال الطبخ. وعاد غادي ندير فيه الكيك ديالي ان شاء الله، ندخلو الفرن اللي كيكون مسخن على درجه حراره مرتفعه. ومن بعد كنقصوا درجه الحراره ديال الفرن ديالنا، كنشعلوا ليه من الاسفل كما كنعرفوا. فهذا هو القوام انا اللي وحصلت عليه. وهنايا خديت المول اللي لبستو بداك البابي كويسون. فهنا كنرفعوا يدينا واحد شويه كنفرغوا هذا الخليط هذا. كيجي رائع البنات هذا الكيك ديال عصير البرتقال. فانا غنفرغ الكيك ديالي، غادي نضربو شويه مع سطح العمل باش نفرغ ليه، نخرج منه داك الفقاعات. وغادي ندخل الكيك ديالي للفرن. غادي نقص ليه درجه الحراره 150 درجه، غادي نشعل ليه غير من الاسفل، وغادي نخلي الكيك ديالي يطيب. وهنا ان شاء الله غادي نبدا نصاوب معكم الكريمه ديال الليمون. هذه هي الكريمه ديالنا. فهنايا انا خديت عصير البرتقال
ضفت ليه هنايا شويه ديال السكر، راني ضفت واحد الملعقه هنا البنات. ما كنتش كنصور، كانت الكاميرا حابسه. فهنا غادي نضيف ملعقتين من السكر، والحلاوه كتبقى على حساب كل واحد. الا بغيتو الكريمه ديالكم تجي حلوه راكم غادي تزيدوا السكر. وهنا غادي ناخذ واحد 2 ديال معالق ديال المايزينا، 2 معالق كيكونوا مملوئين بالمايزينا. انا هنا بنات درت 3 ديال المعالق كبار من السكر كلاصي، ودرت 2 معالق من المايزينا. وغادي ناخذ الكريمه ديالي الفوق الغاز حتى تعقد ليا ودير داك الفقاعات. تما كنعرفوا بان الكريمه ديالنا وجدت لينا. هنايا كما كتشوفوا معايا هذه هي الكريمه ديالي. فانا غادي نضيف ليها، ضفت لها انا البنات واحد الملعقه صغيره من الزبده، وغادي نضيف ليها واحد 2 حكيكات ديال دانيت. فانا هنا درت دانيت ديال فاني لان عندي كريمه الليمون بغيتها تبقى ليا في داك اللون ديالها. غادي نضيف هاد الكريمه ديالي وغادي ناخدها نفرغها في المول اللي نكونوا دهنا شويه البنات بالزيت باش ما تلصق ليناش هذيك الكريمه، باش ملي كتعقد معنا ديك الكريمه وكتشد لينا في الكيك كنحيدوها ما كتلتصق ليناش بالمول ديالنا. فانا لتحت ديال المول فرشت البابي كويسون، وفي الجوانب دهنت بالزيت، وتا البابي كويسون البنات راني دهنته بالزيت، غير القليل من الزيت ماشي بزاف. فهنا كنحاول انني نحرك هذوك العناصر مزيان باش ينسجموا ليا، باش يتخلط ليا داك اليوغورت. هنا كما كتشوفوا معايا كنوريكم بان القالب ديالي راني دهنته بالزيت. وهنا غادي نفرغ الكريمه ديالي على هذا الشكل. وهنا مباشره غادي نوضع الكيك ديالي على الوجه ديال هذا. فانا الكيك ديالي البنات راه جا مرتفع في الحجم ديالو، جا طالع. فانا غادي نحاول انني نضغط على هذا الكيك هذا باش يتلبس ليا بديك الكريمه كامله. ومن بعد ما كيبرد لينا الكيك ديالنا فانا زينته على هذا الشكل هذا البنات كما كتشوفوا معايا. درت ليه هاد حبيبات الشوكولاته او الفيرميسيل وزوقته على هذا الشكل هذا. فكما كنقولوا دائما التزيين كيبقى اختياري، تزينوا الكيك ديالكم كما بغيتوا. فانا زينته بهذا الشكل هذا، ضفت ليه هاد الشوكولاته. فانا البنات ما قطعتش معكم الكيك كما كتشوفوا معايا، راه الحجم ديالو مرتفع. وهنا كينتهي الفيديو ديالنا مع الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا كما كتشوفوا معايا. فالحجم ديالو هنا كيجي مرتفع البنات. وهنا ما قطعتش معكم الكيك لانني صوبت الابنه ديالي بغات تديه ليكول، عندهم واحد الحفله حفله في المدرسه. فلهذا ما بغيتش انني نقطع الكيك وباقي ساخن. بقى ديك الكريمه ديالنا ما برداتش مزيان، ما تمسكتش ليا. فلهذا ما قطعتش معكم. كما كتشوفوا معايا راه الكيك باين الحجم ديالو جاي عالي ومرتفع وكيجي هشيش بديك الكريمه اللي درنا ليه مع العصير ديال البرتقال. في الكيك ديالنا كيجي خفيف. الا جربتوه راه غادي ينال الاعجاب ديالكم. فانا البنات زينته على هذا الشكل هذا، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ومع السلامه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.